السلام عليكم. هعمل النهارده معاكم الحواوشي. هبتدي الاول اللي هي بالعجينه. ده كيلو دقيق انا نخلته، حطيت معلقتين لبن بودر، حطيت رشه ملح صغيره خالص، يعني بقيمه معلقه صغيره بتاعت شاي ملح، حطيت معلقتين سكر. بس دي الاضافات كلها دي اللي هي بتاعت الجافه يعني. احط بقى اللي هي دي نص كوباية زيت احطها كده. قبل ما احط المية اعجنها، هبتدي افرك الدقيق ده في الزيت لغاية لما الزيت ده بيتخلل كل الذرات بتاعت الدقيق. وبعد كده هبتدي بقى اعجن بالمية. عايز تعجني باللبن، بس انا بستكفي بالمعلقتين لبن البودر اللي انا حطيتهم. هعجن بالمية والمية زي ما قلت لك قبل كده، المية حسب ما الدقيق بتاعك بياخد مية قد ايه. هعجنه وهوريهولك كده. انا قبل ما احط المية بتاعت العجن، انا حبيت اوريكم بس الزيت انا ضيعته كله في الدقيق اهو. هبتدي بقى انا احط المية شوية شوية كده، عشان كمان المية ما تزيدش في الدقيق. وده كده العجينه بعد ما انا معجنتها. وخلي بالك ان العجينه دي ما فيهاش خميره، يعني ان هي مش هتخمر ويتضاعف حجمها، لا انا هسيبها بس تستريح، يعني حوالي ساعتين كده عقبال ما احضر الخلطه اللي هي بتاعه الحواوشي. دلوقتي انا هلفها في كيس واحطها في مكان دافي تستريح شويه. وهعمل بقى الخلطه اللي هي بتاعه الحواوشي كده. بقى هنرجع للخلطة اللي هي بتاعت الحواوشي ذات نفسه. هنا انا حطيت بصل، حوالي بصلتين بس يكون حجم كبير زي ما انتم شايفين اللي هي في الطبق دي، وقطعتها حتت صغيرة. وده فلفل حامي، بردك مقطعه حتت صغيرة عشان ما يبانش يعني. وهنا طماطم انا شايلة القلب بتاعها ومقطعه بس اللي هي الجلد، عشان ما ينزلش ميه في العجينه. دي حوالي قطيه كبيره زي ما انتم شايفينها. وكميه اللحمه دي انا طبعا بفرم اللحمه عندي في البيت، فدي في حدود كيلو لحمه. احط بقى كده اللحمه على البصل. هنا انا حطيت كله البصل والطماطم والفلفل واللحمه. هبتدي انا احط التوابل بتاعتها اللي هي ملح وفلفل اسود، وهحط حوالي نص معلقه قرفه اهي، وفي كمان جنزبيل احط بردك نص معلقه. ودي بردك اللي هي بهارات بردك احطها. يبقى كده البهارات بتاعتها ملح وفلفل اسود وبهارات ملح اللي هو السادة، وقرفة وجنزبيل. دي بس كده التوابل بتاعتها. هدعك بقى الحاجات دي المكونات دي كلها مع بعضيها، وهسيبها شوية لغاية لما اللحمة تتشرب الحاجات دي كلها اللي انا حطيتها. وهبتدي بقى انا اشوف العجينه طبعا انا حطاها في مكان دافي لان هي مش محطوط لها خميره. هبتدي بقى انا احط ادعك الخلطه دي واسيبها شويه لغايه لما تتشرب زي ما قلت لك، وهشوف العجينه بقى كده. وهنا العجينه بعد ما استريحت ساعتين، كورتهم طلعوا ال 12 كورة دي، وفي 2 تاني في طبق لوحديهم، يعني حوالي 14 كورة اهم. ودي كده الخلطة اللي هي بتاعت الحواوشي. طبعا مركونة بقالها بتاع ساعة بعد ما العجينة اختمرت زي ما قلتلك. هبتدي بقى انا كده طبعا الرخامة بتاعت المطبخ نضيفة. دلوقتي انا هركن الحواوشي ده كده على جنب. هبتدي اجيب
كده انا جبت اهو اول كوره. هبتدي بقى انا افردها على قد الرغيف اللي انا هعمله، هحشيه حواوشي. هبتدي بقى انا افرده. طبعا انتي بتفردي على هيئة مربع عشان العجينة ما تعملش معاكي مثلث او يعني شكل غير الرغيف. ودي كده كرة العجين بعد ما انا ما فردتها على هيئة رغيف. طبعا زي ما انتي ما شايفة ايه شكلها اللي هو الدائري. دي كده اول كرة هركنها على جنب، واعمل واحدة تاني، وهبتدي بقى انا اكورهم بردك بالطريقة دي، وهوريك الخطوة اللي بعد كده. وهنا انا جبت الرغيف اللي هو الطبقة الاولانية اللي حطيتها من تحت، وحشيت اللحمة. بس اهم حاجة ان اللحمة تبعدي عن الحروف. هبتدي بقى انا اجيب اللي هي هنا انا حطيت الطبقه اللي هي التانية فوق اللحمه. وخلي بالك ان انتي تبعدي عن الحروف عشان هجيب شوكه وهبتدي ان انا اقفل الحروف بالطريقه دي. انا اهو خلصت كده. ده كده الشكل النهائي. هبتدي بقى انا بفرشه اشيل اللي هو الدقيق اللي على الوش ده. وانا زي ما انت ما شايفه عملته بالشوكه الحروف بحيث ان الحروف ما تفتحش مني. باكد كمان عليها تاني اهو. وده كده الشكل النهائي بتاع الحواوشي اللي انا عملت العجينه قدامكم. واتمنى ان الطريقه بتاعتي دي تعجبكم وتنفذوها، وتقولي لي ايه رايك لما نفذتيها يعني. ومتشكره قوي للدعم بتاعكم لقناتي. الف شكر ليكم. ويا ريت اللي ما اشتركش لسه يشترك في القناه عشان يشوف فيديوهات اكتر من الفيديوهات اللي باذن الله هنزلها. ومتشكره قوي ليكم. شكرا.